الطاجن ده مختلف تماما عن المكرونة اللي انت متعودة تعمليها، لا هو نجرسكو ولا هو مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة ولا أي حاجة. ده طاجن مختلف وهيعجبك قوي، وجربيه هينفعك بقى في رمضان وينفعك في العزومات. وأنا بصراحة عملته لهم كده وكان كأني عازمهم بره، بجد كان حلو قوي. وطبعا المكرونة مش طالعة بقى كده القطعة بقطعتها، لا، الناس اللي هم بيحبوا المكرونة سايحة ونايحة يجوا بقى ويشوفوا الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة. أنا جبت هنا كيلو من اللبن وضفت عليه، ده كان كيس البشاميل الجاهز، تمام. ضفت عليه كمان مكعب مرقة، وهنرفعه على النار كده لحد لما يبقبق ويستوي معانا. وممكن كمان تزوديه كوباية شوربة. بعد كده جبت بصلتين متقطعين، قطعتهم صغير اي تقطيعة عندك، وثلاث قرون فلفل، واحد احمر واحد اصفر واحد رومي اخضر. وكمان كان عندي صدر فرخة قطعته. اول حاجة جبت الطاسة كده زي ما انت شايفة، حطيتها على النار، ولما سخنت قوي نزلت صدور الدجاج اللي انا مقطعاهم تقطيعة الشاورما، تقطيعة بالطول كده رفيعة. وبعد كده نزلت عليهم ببهارات الشاورما. دي كانت من عند العطار، كنت جايبة بحوالي 10 جنيه، اخدت منهم معلقتين. وكمان زودت عليهم معلقة كبيرة من الكركم اللي احنا بنستخدمه العادي ده. وبعد كده هبدأ انزل بالبصل بعد ما اديهم تقلبتين كده محترمين. علشان لازم تقفلي المسام بتاعة الشاورما علشان ما تتراش معاكي وتنزل ميتها، ومش هتبقى حلوة خالص، ولحمتها هتشد لو انتي سبتيها تنزل ميتها. لازم كل ده على نار عالية. بعد كده نزلت الفلفل الالوان وبدأت اقلب. بصي هنا المية بتاعتها هتنزل، فانتي على قد ما تقدري نزلي والنار عالية وقلبي، يعني انتي وانت شغاله كده قلبي، لازم تقفلي المسام بتاعتها. خلاص كده خلصنا. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا، وهنكون طبعا سالقين المكرونة، أي نوع مكرونة تحبيه. أنا شخصيا بحب المكرونة القلم في الوصفة دي، وكمان المكرونة الاسباجيتي. أول حاجة بقى هنطبق فيها الوصفة، هننزل بقى كده زي ما حضرتك شايفة بالشاورما بتاعتنا الطبقة الأخيرة اللي تحت خالص، علشان هي لازم تاخد لها زي لسعة كده وتشويحة. لو حطيتيها في وسط المكرونة هيبقى كأنك بالظبط بتاكلي مكرونة نجرسكو، لكن احنا عايزينها هيبقى ليها لسعة كده زي اللي بتيجي من بره، وبتبقى طاجن الشاورما بالمكرونة او طاجن الشاورما بالرز، ده بيبقى حلو قوي، اللي هو يعني فتة الشاورما. جبت هنا بقى المكرونة وبدأت أنزل عليها بالصوص بتاع البشاميل اللي أنا عملته معاكم. هنبدأ بقى نقلب كده، أنا خدت جزء صغير يعني مش كله، معلقتين كده كبار. وهبدأ أقلب بقى المكرونة واحدة واحدة علشان المكرونة كلها تمتزج بالصوص بتاع البشاميل، وتبقى طعمها حلو لما تيجي تحطيها، لان احنا حطينا طبقة الشاورما تحت خالص. تمام. هنقلب بقى الطاجن بتاعنا، سوري، هنقلب المكرونة بتاعتنا كويس جدا. وبعد كده هنبدأ ننزل بكمية المكرونة فوق الطاجن بتاعنا او فوق الشاورما بتاعتنا، في اي طاجن بقى، في اي صينيه زي ما انت عايزه. بس طبعا يفضل ان هو يكون طاجن بايركس او طاجن الفخار، علشان خاطر يديكي اللسعه اللي هتدي طعم حلو قوي قوي للشاورما اللي تحت المكرونه. هنخلص بقى الكميه كلها زي ما انت شايفه كده. ابدأي بس يعني اكبسي المكرونه كويس. لو الطاجن عندك صغير زي الطاجن بتاعي كده، الطاجن ده بالمناسبة خد حوالي كيس مكرونة واحد، الباقي أنا حطيته في طاجن بايركس تاني. هتشوفي دلوقتي اهو. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا خالص كلها وحطينا المكرونة تمام. هنجيب بقى البشاميل وهنبدأ. هنا بقى تقدري زي ما قلتلك تزودي كوباية على اللبن علشان يديكي بشاميل خفيف، وما تسويش المكرونة للآخر، خليها الدنتي كده علشان يعني مستوية يعني تلات ارباع تسوية، علشان لما تدخليها الفرن وتسيبيها شوية ما تتهريش منك وتعجن، لا، خلي بالك من النقطة دي، يعني خلي المكرونة ما تبقاش مستوية قوي على الآخر. وابدأي بقى حطي البشاميل كده في كل حتة. طبعا انتي لو زي كده بتعشقي البشاميل في المكرونة، زودي بقى زي ما انتي عايزة. واهم حاجة امسحي حروف الطاجن عشان ما تتحرقش، وتيجي معاكي بقى لما تيجي تغسلي الطاجن مش هتطلع معاكي بسهولة وتبوظي لك الدنيا. لا، نضفي كده الطاجن بتاعك بعد ما تخلصي خالص قبل ما تدخليه الفرن. هنخلص بقى الكمية كلها. وما تنسيش بقى لو أول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تعملي لي متابعة وتفعلي زر الجرس، وكمان تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. ولو عجبتك الوصفة سيبيلي تعليق حلو. بس يا ستي تقدري بقى تحطي جبنة موتزاريلا كده على الوش،
وطبعا يفضل ان انت تحطي جبنه الموتزاريلا تكون فكت خالص، لان انا هنا ما حطيتها وهي متجمده. وبعد ما تخلصي خالص تبدأي بقى ايه، تدخليها في الفرن. بتاخد حوالي يعني ربع ساعة تلت ساعة، لأن كل حاجة مستوية. وبعدين هنولع عليها الشواية 5 دقايق بالظبط، هتلاقيها اتحمرت. وكمان احنا مش عايزينها تتحمر قوي، احنا عايزين تاخد وش كده بسيط، جراتان كده بسيط. وفي نفس الوقت تبقى الجبنة بتمط. عايزة تحطي بقى جبنة ميكس، حطي الجبن اللي انت عايزاها. انا بحب الجبنة الموتزاريلا والميكس تشيز وكل حاجة، فبحط كل حاجة. يعني اي جبنه بتقابلني بحطها. وساعات والله العظيم بحط كمان في البشاميل اللي بتطلع رهيبه. زي ما قلت لك هتاخد حوالي تلت ساعه، وتاخد 5 دقايق تحت الشوايه، وتطلع كده اللهم بارك بقى جنب شويه سلطه رهيبه. بجد جربيها وان شاء الله هتعجبك. وما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفك